سلام على أغلى وأحلى مشتركات، مرحبا بكم عندي في القناة. وما ننساش نرحب بالمشتركات الجدد. كما عودتكم وصفاتي سهلة واقتصادية. وصفتنا لنهار اليوم بويون أو سوب الخضر مع العدس الأحمر، بنين روعة. جربوه مش راح تندموا. إذا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسوش اللايك والتعليقات المحفزة. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الطريقة والوصفة. جيبي البورمة تاعك تكون شوية ثقيلة، وجيبي الخضرة بعد ما تكوني غسلتيها مليح مليح وقطعيها بهذه الطريقة. الخضرة اللي هي 2 حبيبات بطاطا، 2 حبيبات سنارية، 2 حبيبات شريوات، حبة خردل، 2 عروق كرافس بعد ما تكوني غسلتيه مليح من الحشرات، وحبة بصل وسنينات ثوم. حبة البصل تكون متوسطة مش كبيرة بزاف. قطعي كلش بهذه الطريقة، وزيدي عليهم غرفة كبيرة زيت، غرفة صغيرة ملح، ورشة فلفل أسود. حابة تزيدي قطع تاع صدر دجاج مش مشكل، أنا حبيت ندير اقتصادي. وجيبي كمية لبس بها من العدس الأحمر بعد ما تكوني غسلتيه ونقيتيه مليح وغسلتيه، ضيفيها عليهم. ونص حبة طماطم ربيها بهذه الطريقة، ما تكتريش طماطم باه ما يجيكش اللون احمر بزاف وباه ما يجيكش ايضا لاصوب تاعك او البويون تاعك حامض. ربيها بهذه الطريقة، وخلطي كل هذيك المكونات مع بعضها، وصبي عليها ماء يكون يغلي حتى تغطي هذيك الخضرة والعدس تماما. وحطيها على نار قليلة وخليه يطيب في غرضه حتى يطيب هذاك العدس وهذيك الخضرة تماما. ومن بعد جيبي البران ميكسور تاعك وارحي حبيبتي. والقوام انتي اللي تتصرفي فيه، لك الاختيار، تحبيه خفيف ولا تحبيه شوية ثقيل. انا خليته شوية ثقيل. والبويون تاعنا كما راكي تشوفي راهو واجد. شاهدكم في الجنة حبيباتي، ودمتم في امان الله وحفظه.